قبل ما نبدأ الفيديو صلي على النبي ودوس لايك واشترك في القناة علشان تدعمني نكمل الحكايات الجاية اللي هتهز أعصابك. الحكاية بتبدأ النهاردة لما بنشوف 2 قرايب، ولد اسمه ريتشارد عنده 9 سنين وبنت اسمها إيمي عندها 7 سنين. الاتنين دول كانوا على سفينة كبيرة مع أبو ريتشارد وهم راجعين بيتهم من رحلة طويلة. الولدين كانوا بيعملوا شقاوة كتير، فأبو ريتشارد منعهم يعملوا كده وزعل منهم. وفجأة شافوا إن السفينة ولعت والنار مسكت فيها بسرعة، وكل اللي على السفينة اتخض جدا والدنيا بقت هرج ومرج بسبب الدخان الكثيف. ما كانش في حاجة باينة قدامهم ولا حد شايف أي حاجة. أبو ريتشارد وكم واحد تاني نقلوا على مركب نجاة علشان ينقذوا نفسهم بسرعة. طباخ السفينة اللي اسمه بادي أخد ريتشارد وإيمي معاه في مركب صغير، وبسبب دخان الحريقة ما كانش شايف أي حاجة خالص وتاه بيهم بعيد عن باقي الناس. بادي والولدين فضلوا تايهين في نص البحر لوحدهم من غير لا أكل ولا شرب. تاني يوم الصبح بادي والولدين شافوا قدامهم جزيرة بعيدة. بادي فرح جدا وبمركبهم الصغير وصلوا للجزيرة دي بعد تعب كبير خالص. الجزيرة دي كانت كلها خضرة وشجر جوز هند منتشر في كل مكان. بادي بدأ يستكشف الجزيرة علشان لو لقى أي إنسان يطلب منه مساعدة، ولكن ما لقاش أي حد خالص. دلوقتي هم اتحبسوا بالكامل في الجزيرة دي، بس بادي فاهم إن الجزيرة دي فيها كل الحاجات اللازمة علشان يعيشوا ويكملوا حياتهم. بادي لقى كمان برميل خمرة كان عايم في البحر ووصل للشط. وريتشارد وهو بيلعب لقى جمجمة إنسان وجري وراه البادي، ولما بادي شافها قال له يرميها فوراً، وفهم إن في خطر هنا فأخد الولدين وراح الناحية التانية من الجزيرة. بالليل وبادي بيشرب خمرة سمع صوت طبول جاية من الناحية التانية من الجزيرة. لما سمع كده بادي عام وراح الناحية التانية بكل هدوء، وهناك شاف تمثال محطوط عليه حتة لحمة إنسان. لما شاف كده بادي فهم إنهم بيقدموا قرابين بشرية في المكان ده، فخاف جدا ورجع لريتشارد وإيمي بسرعة وقال لهم اوعدوني مهما حصل ما تعدوش الناحية التانية من الجزيرة، وده قانون ولازم تنفذوه. بس الولدين كان في دماغهم أسئلة كتير قوي، يا ترى ليه بادي بيمنعهم يروحوا هناك؟ بادي قال لهم إن هناك عايشين آكلي لحوم البشر اللي بياكلوا الأطفال. وريتشارد كان فاكر طول الوقت ده إن أبوه هيجي ياخدهم من هنا، وبادي كمان كان فاكر إنهم هينجوا في الآخر. بس لحد ده ما يحصل هو شال مسؤولية الولدين وعلمهم إزاي يدوروا على أكل ويبنوا مأوى يناموا فيه. وفضل شهرين كاملين يعلم الولدين إزاي يعيشوا في الغابة دي علشان لو حصل له أي حاجة الولدين يقدروا يعيشوا لوحدهم. وفي ليلة بادي شرب خمرة كتيرة جدا وشاف إن برميل الخمرة بتاعه بيغرق في البحر، فراح بسرعة يجيبه. وبسبب إنه كان سكران جدا بدأ يغرق في المية وما قدرش ينقذ نفسه. تاني يوم الصبح لما ريتشارد وإيمي صحيوا شافوا إن بادي مش موجود جنبهم، وبالمنظار شافوا إن بادي نايم على الرملة في الناحية التانية من الجزيرة. فركبوا المركب الصغير وراحوا عند بادي، وكانوا فاكرينه شرب زيادة وإنه بس نايم، وحاولوا يصحوه ولكن للأسف ما صحيش. وساعتها عرفوا إن بادي شرب كمية خمرة كبيرة جدا لدرجة إنه مات. لما شافوا كده ريتشارد وإيمي زعلوا قوي، ودلوقتي بقوا لوحدهم تماما من غير أي حد. إيمي قالت لريتشارد أنا كل ما ببص هنا بفتكر بادي وما بقتش قادر أعيش هنا خالص، وديني أي حتة تانية. ريتشارد سمع كلامها ولموا حاجتهم وركبوا المركب وراحوا الناحية التانية من الجزيرة. الغابة دي كان شكلها مناسب للعيشة، والأكل والشرب ما كانش فيه مشكلة خالص، وعلشان كده الاتنين بنوا بيتهم الجديد هناك. في الأيام الأولى تعبوا شوية، بس اللي بادي علمه لهم خلاهم ما يواجهوش صعوبة كبيرة، وشوية بشوية تعلموا يعيشوا في الغابة دي. وعدت كام سنة وهم عايشين على الجزيرة والاتنين كبروا مع بعض. ريتشارد دلوقتي بقى عنده 21 سنة وإيمي بقت 19 سنة، وكانوا مع بعض بيصطادوا السمك وبيقطفوا الفاكهة، وكانوا عايشين بكل هدوء. ريتشارد وإيمي بدأوا يحسوا بتغيرات جسدية وعاطفية وما كانوش فاهمينها ولا مدركين التغيرات دي خالص. وفي يوم وإيمي بتستحمى جالها أول دورة شهرية ونزل منها دم، ولما شافت إبا خافت جدا وندهت على ريتشارد. لما ريتشارد سمع صوتها جه وسألها إيه اللي حصل لك، ولكنها اتكسفت وقالت له يمشي بعيد. بعد شوية لما إيمي خرجت من المية ريتشارد سألها إيه اللي حصل لك، وكان فاكر إن إيمي اتعورت جامد ولكنها ما قالتلوش أي حاجة. وده طبعا خلى ريتشارد يتعصب جدا وحس إن إيمي زمان ما كانتش بتخبي عليه حاجة، بس دلوقتي بقت بتخبي حاجات كتيرة قوي. وشوية بشوية إيمي وريتشارد بدأوا ينجذبوا لبعض أكتر. لما ريتشارد كان بيتمشى من غير قميص إيمي كانت بتفضل تبصله من بعيد، ولما إيمي كانت بتنزل تستحمى في النهر ريتشارد كان بيبص لها. بسبب نقص المعرفة الاجتماعية ما كانوش فاهمين الحاجات دي، وده لأنهم هما الاتنين محبوسين هنا من طفولتهم وعمرهم ما قروا أو تعلموا أي حاجة عن الموضوع ده. في الوقت ده ريتشارد كان بيصطاد سمك وبيقطف فاكهة، وإيمي كانت بتطبخ السمك وبتغسل الهدوم.
الاتنين كانوا عايشين مبسوطين على الجزيرة دي وهم بيهزروا ويضحكوا، بس لسه كان عندهم أمل في يوم من الأيام إن أبو ريتشارد هيجي وينقذه. في يوم إيمي سمعت صوت طبول جاية من انطار في الجزيرة اللي بادي منعهم يقحوها، بس إيمي كان عندها فضول شديد تعرف إيه اللي بيحصل هناك، وعلشان كده راحت لوحدها. ولما وصلت لقيت هناك نفس التمثال اللي كان بينزل دم غريب جدا. إيمي افتكرت إن المكان ده مقدس وإنه مكان روحاني، فجريت على ريتشارد بسرعة وقالت له أنا رحت الناحية التانية من الجزيرة اللي بادي منعنا نروحها، وهناك لقيت تمثال شكله حاجة مقدسة كده ومميزة، وبتقول له إن بادي كذب علينا طول الوقت لأن مفيش هناك آكلي لحوم البشر زي ما قال. لما سمع كده ريتشارد اتعصب جدا وقال له بعصبية إحنا وعدنا بادي إننا مش هنروح هناك، ولكن أنت رحتي وعملتي غلطة كبيرة جدا، ومن هنا ورايح ما تروحيش هناك تاني أبدا مهما حصل. بالليل وإيمي نايمة حلمت حلم وحش جدا إن ريتشارد بيموت غرقان في المية وهي مش قادرة تنقذه، فصحيت من النوم وهي مخضوضة جدا وعينيها مليانة دموع. إيمي شافت إن الصبح طلع وريتشارد كان واقف قدامها قلقان عليها جدا، فقالت له بكل خوف اوعدني إن أنت مش هتسيبني وتمشي في أي حتة. والاتنين اتأثروا قوي وحضنوا بعض بشدة، وريتشارد قرب منها أكتر بس إيمي بعدته بسرعة. وبالليل ريتشارد حاول يقرب منها تاني بكل حنية، لكن إيمي قالت له بكل حزم يمشي ويسيبها في حالها، وده خلى ريتشارد يتضايق جدا. والتاني يوم الصبح ما كلمهاش ولا حتى بص في وشها. إيمي شافت إن ريتشارد بيعمل حاجة غريبة ورا الصخور، ولكن ما فهمتش هو بيعمل إيه بالظبط. ولما ندهت عليه بصوت عالي ريتشارد زعق لها وقال لها تمشي. بعد شوية وريتشارد بيقطف جوز هند من فوق شجرة عالية، لأول مرة من سنين طويلة شاف سفينة في البحر، ولما شافها نزل بسرعة من على الشجرة وجري بكل قوته ناحية التل، وكان مجمع خشب علشان يولع نار ويلفت انتباه الناس اللي في السفينة ويطلب منهم المساعدة. بس ريتشارد اتأخر في الوصول والسفينة بعدت ومشيت بعيد عنهم. في الوقت ده إيمي كمان شافت السفينة وكان عندها فرصة تولع نار هي كمان، بس رغم إنها شافت السفينة بكل وضوح ولكنها ما عملتش كده، وده لأنها كانت حبت العيشة هنا وتقبلت حياتها الجديدة. بعدها ريتشارد وصل واتعصب عليها جدا علشان ما ولعتش نار، وقال لإيمي بكل غضب أنا زهقت منك ومن كل ده، أنا همشي من هنا لوحدي ومش هكمل معاكي خالص. ريتشارد ركب نفس المركب الصغير ومشي من هناك وصمم إنه يسيب الجزيرة، بس في نص الطريق المركب بتاع ريتشارد اتكسر فجأة ووقع في المية، فاضطر يرجع تاني للجزيرة وهو محبط. إيمي بدأت تتريق عليه وقالت له بسخرية دلوقتي الجزيرة دي بيتنا ولازم نعيش هنا ونتقبل الوضع ده. لما سمع كده ريتشارد اتعصب جدا وحصل بينهم خناقة شديدة وبدأوا يهينوا بعض بكلام جارح. إيمي قالت بغضب أنا عارفة أنت بتعمل إيه لوحدك ورا الصخرة وهقول لأبوك لو رجع. فريتشارد اتنرفز وقال إيه ده أنت بتلاقبيني طول الوقت ولا إيه؟ ردت عليه وقالت ما على فكرة أنت كمان بتبص عليا وأنا بستحمى واوعى تنكر الكلام ده. ولما سمع كده بغضب حدف عليها جوزة هند بس ما جاتش فيها، بس لما هي حدفت جوزة هند كمان جت في راس ريتشارد ووجعته جدا، وساعتها ريتشارد فقد أعصابه وضربها بالقلم وطردها من البيت وقال لها بغضب الكوخ ده أنا اللي بنيته، أنت مش هتعيشي هنا معايا وأنا كمان مش هديكي أكل ولا أي حاجة. وده خلاها تنام بره لوحدها في البرد واضطرت تدور على أكل بنفسها، وده كان صعب عليها جدا. في الوقت ده تعبت قوي وضعفت، وريتشارد كان بيتريق عليها ومش راضي يساعدها. إيمي بدأت تحط وردة على التمثال في الجزيرة وتصلي بكل إيمان، وهي راجعة من البحر للجزيرة رجلها جت على سمكة صخرية سامة، وده خلاها تتألم قوي وكانت مش قادرة تمشي، وبأي شكل قدرت ترجع الجزيرة وهي بتتألم من الوجع. ريتشارد لما شاف إيمي عيانة ومش قادرة تمشي يسألها بكل خوف إيه اللي حصل لك؟ فردت عليه وقالت له رجلي جت على سمكة صخرية وعلشان كده أنا عيانة جدا من تأثير السم، وقالت له برجائي وديني عند المكان المقدس بتاعي يمكن ده يساعدني. ريتشارد شال إيمي على إيده ووداها عند التمثال بسرعة، وحالة إيمي كانت وحشة جدا وأغمى عليها وبين الحياة والموت. ريتشارد خاف قوي إن ممكن تحصل أي حاجة لإيمي، وعلشان كده بدأ يصلي بكل إخلاص علشان إيمي تخف وترجع له. بعد شوية إيمي فاقت وكانت خفت تماما، وكان المكان ده يساعدها، وطاقة المكان وسلامه وهداوة الجو يساعدوا جسمها تعافى بسرعة. ريتشارد فرح جدا لما شاف إيمي كويسة وقال له بتأثر أنا كنت خايف قوي إن ممكن يحصل لك حاجة، أنا كنت هعمل إيه يا ترى لوحدي؟ فإيمي قالت له هي بتعيط يعني أنت دلوقتي مش غضبان مني؟ فريتشارد بابتسامة كده قال لها لا خلاص ما بقتش غضبان. وبعد كده الاتنين رجعوا سوا على الجزيرة. وفي يوم ريتشارد وإيمي كانوا قاعدين سوا بيتكلموا، وبعدين بصوا لبعض بحب وقربوا من بعض وعبروا بالفعل عن حبهم ده، ودي كانت أول مرة يفهموا فيها الإحساس ده اللي كان بيكبر جواهم بقاله أيام، ودلوقتي بدأوا يستكشفوه. وقضوا أوقات كتيرة سوا وعاشوا كأنهم زوجين على الجزيرة. وشهور كتيرة عدت وهم عايشين على الجزيرة، وريتشارد لاحظ إن إيمي ما بقتش تقرب منه زي الأول، ده غير كمان إن سلوكها معاه اتغير. فسألها بكل صراحة كده هو أنت ما بقيتيش تحبيني زي الأول؟ بس إيمي قالت له مش عارفة، وصحتي كمان ما بقتش كويسة وكمان برجع. وبعدين حطت إيد ريتشارد على بطنها وقالت أنا حاسة إن في حاجة مختلفة جوايا،
والحقيقة إن إيمي كانت حامل، بس الاتنين ما كانش عندهم أي فكرة عن الموضوع ده. ريتشارد كان فاكر إنها بتاكل كتير وعلشان كده بطنها بتكبر وفي حركة جوه. وفي ليلة ريتشارد سمع صوت طبول من الناحية التانية من الجزيرة، ولما راح يشوف لقى شوية من السكان الأصليين بيقدموا قربان لراجل قدام التمثال. ولما شاف كده ريتشارد خاف وهرب ورجع عند إيمي، وساعتها إيمي جالها ألم الولادة وبدأت تصرخ بصوت عالي جدا. ريتشارد لما شاف كده يجري عليها ويساعدها في الولادة. إيمي ولدت ولد والاتنين كانوا فرحانين جدا، وسموا الولد ده بعد ريتشارد وإيمي. جابوا الولد ده للكوخ بتاعهم وكان بيعيط، فريتشارد وإيمي ادولها أكل ومية، بس ما كانوش يعرفوا إن الطفل ده بيحتاج للبن أمه. لما إيمي أخدت الطفل في حضنها الطفل بدأ يرضع. بعدها ريتشارد قال لإيمي إنه شاف شوية من السكان الأصليين بيقدموا قربان، وإنهم لو جم هنا ممكن يأذوهم، وقال إنه لو عملوا كده مش هيسيبهم. ريتشارد وإيمي بعد ما الولد جه بقوا فرحانين أكتر وبقوا بيحبوا الولد جدا، وكام سنة عدت وهم على الجزيرة والولد بدأ يكبر، وعلموه كمان إنه يعوم ويلعب ويتكلم. وفي يوم كلهم كانوا على شط البحر حاطين طين مبلل على جسمهم وبيلعبوا. كانوا على شط البحر حاطين طين مبلول على جسمهم وبيلعبوا، وساعتها أبو ريتشارد مع كام راجل في سفينة كانوا بيدوروا عليهم، ووصلوا لهناك بس لما شافوا من بعيد التلاتة متغطيين بالطين معرفوهمش، ورجعوا بالسفينة. ولما ريتشارد وإيمي شافوا السفينة معرفوش إن فيها أبو ريتشارد، وعلشان كده مرديوش يشاوروا للسفينة وفضلوا ساكتين، وده لأنهم كانوا مبسوطين في حياتهم دي ومش عايزين يرجعوا، وكانوا خايفين إنهم لو رجعوا هيروحوا مجتمع محدش هيفهمهم فيه. بعدها ريتشارد أخد إيمي وابنه وراحوا بالمركب ناحية الجزيرة علشان يقطفوا فاكهة، وده المكان اللي بادي مات فيه، وقعدوا فيه كام شهر وكانوا بيبصوا على الحاجات اللي حواليهم وبيفتكروا طفولتهم. بعدها ريتشارد راح يقطف فاكهة، وإيمي كانت بتلعب مع ابنها على الشط، وابنهم وهو بيلعب قطف توت سام وحطه في مركبهم، وإيمي ما شافتوش، والاتنين رجعوا المركب علشان يستنوا ريتشارد. وعين إيمي غفلت، ولما فاقت لقت إن المركب بعيد عن الشط، وساعتها ابنها رمى مقداف في المية. إيمي حاولت تجيب المقداف ولكن معرفتش، فندهت على ريتشارد فورا اللي عم ناحيتهم، وساعتها إيمي قالت له وراك قرش تعالى بسرعة. ريتشارد بسرعة من غير مقداف راح ناحية المركب، وإيمي علشان تنقذه من القرش ضربت القرش بالمقداف التاني، وده أدى لريتشارد فرصة إنه يطلع المركب. بس دلوقتي ما بقاش معاهم مقاديف علشان يرجعوا جزيرتهم، وحاولوا يجدفوا بإيديهم بس تيار المية كان قوي جدا، ومن خوفهم من هجوم القرش ما قدروش يعوموا، والمركب كمان بدأت تبعد في البحر. الناس دي فضلت تايهة في البحر يومين، وابنهم جاع فأكلت توت سام. وإيمي وريتشارد لما شافوا كده حاولوا يطلعوا التوت من بقه، ولكن للأسف كان خلاص بلعوا. الاتنين افتكروا ان ابنهم هيموت، فالاتنين كمان اكلوا من التوت واختاروا يموتوا سوا بدل ما يعيشوا من غيره، وناموا في المركب واستنوا الموت واغمى عليهم. وفي الحقيقة التوت ده ما كانش سام قوي، بس هم اغمى عليهم مش اكتر. وبعد شوية ابو ريتشارد كان في سفينة وبيبص بالمنظار يمين وشمال، وساعتها لمح مركب ريتشارد الصغير. بتنتهي احداث فيلمنا النهاردة. استنوني بقى في فيديوهات وملخصات جديدة. سلام.